السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو لسه ما تعرفنيش، انا ام زاد ويارا، ودي قناتي. ولو لسه ما اشتركتيش عندي في القناه، اتفضلي اشتركي واعملي اللايك واكتبي لي تعليق حلو كده يشجعني ويحفزني وخليني استمر معاكي في نزول فيديوهات كتير كتير. وبحب اشكر كل الناس اللي دخلت عندي واشتركت عندي في القناه وقالت لي استمري يا ام زياد، احنا هندعمك واحنا واقفين معاكي، ويا ريت تستمري في نزول الفيديوهات اللي بتاعت التحفيز والتوفير والفلوس بقى والدنيا الحلوه دي كلها، لان انا اصلا بعشق الفيديوهات دي جدا. استمري واحنا واقفين جنبك. انا عارفه ان انتوا كلكم بتحبوني، وانا كمان بحبكم جدا جدا، كلكم واحد واحد. ربنا يخليكم لي يا رب. عشان ما نرغيش كتير والمقدمه تبقى طويله، نخش في الفيديو على طول. بس حط اللايك واشتركي في القناه واكتبي لي تعليق حلو. بصوا بقى، موضوع الفيديو بتاعنا النهارده موضوع مهم جدا 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 لكل ست ربة منزل ولكل راجل مسؤول عن البيت ده. دلوقتي في ستات كتير بتشتكي من جوازها. بتشتكي من ايه؟ ان جوزها مصرف بطريقه فظيعه. مش يعني مش بيديها هي المصاريف اللي هي تصرف وتبقى حكيمه في المصاريف، لا، هو اللي مصرف، هو اللي بيجيب كل احتياجات البيت، كل حاجه هو اللي بيجيبها. فانا من وجهه نظري، خلينا متفقين كده، ان من وجهه نظري ان الراجل لو هو مصرف مثلا بيجيب لك كل طلباتك، مش مخليكي محتاجه حاجه. فحكايه ان انت تمسكي المصاريف دي، هو طالما متحكم بيقدر مثلا يحوش، ماشي، هي كذا حاجه في حاجه واحده. بيقدر يحوش وفي نفس الوقت بيجيب لك طلباتك، وفي نفس الوقت هو بيجيب احتياجاته، ماشي، واحتياجاتك بتاعه البيت، وبيجيب كل حاجه، يعني مش مقصر في حاجه. فانتي لو انتي بقى عايزه انتي تبقي ماسكه المصاريف والكلام ده كله، هو من وجهه نظره طالما هو شايف طلبات البيت، انتي عايزه تمسكي الفلوس ليه؟ هي هتيجي من وجهه نظره بطريقه تانية. انتي مثلا بقالك 4 سنين او 5 سنين او 10 سنين متجوزه، وانتي سايبه جوزك هو اللي بيصرف وهو اللي بيجيب، وانتي ما بتتكلميش ولا بتقولوا هات ولا 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 ولا، وهو اللي بيعمل كل حاجه، هو اللي بيجيب كل حاجه. هو راجل مبذر، بس بيجيب الحاجه يعني ببذخ. ما عندوش عقل كده في المصاريف، ولا عنده حاجه في المصاريف، بيصرف عمال على بطال. وانا مش عاجبني الوضع ده، تمام؟ بس بيجيب لك كل طلباتك وكل احتياجاتك. طالما هو مثلا بيحوش وبيجيب طلبات البيت وبيجيب الاحتياجات اللي انت عايزاها وبيجيب كل حاجه، فدي ليها وجهه نظر تاني. فمعلش، انت ما تتكلميش لانك انت عودتيه على كده. انت عودتيه ان هو اللي بقى ماسك المصاريف وبزخ، يعني بيصرف بطريقه غريبه عمال على بطال. فانت بقالك كام سنه معوده على كده، فما تجيش في يوم وليله تغيري البني ادم ده من مصرف لان هو اللي يمسكك المصاريف وانت اللي تتحكمي في كل حاجه. هو شايف نفسه هو اللي بيجيب الفلوس، وهو المتحكم في المصاريف، هو اللي بيعمل كل حاجه. فما تجيش في يوم وليله عايزه تغيري جوزك، لا، مش هيحصل. هو هيدور في دماغه حاجات تانية. انا طالما جايب لك طلباتك واحتياجات بيتك وخزينك واكلك وشربك وكل حاجه، فانت عايزه فلوس تعملي بها ايه؟ ومن وجهه نظر ان انت بقى عايزه تخنصري من وراه، عايزه تدي فلوس لحد من وراه من غير ما هو يعرف. هو من وجهه نظره كده لانك انت عودتيه، انت يا ماما اللي سكتي من الاول. فما تجيش بعد ما سكتي على حاجه كام سنه، فجايه في يوم وليله عايزه تشقلبي الراجل، عايزه تغيري الكون وتغيري الدنيا. فهيحصل مشاكل، وهيدور في دماغه ان حد مسخنك وحد وزك عايزه حد يخرب البيت. وانت ما يكونش في دماغك كده، بس هو هيدور في دماغه كده وعنده حق. فالكلام اللي انا هقوله النهارده يعني ليه عباره يهم كل راجل وكل ست، تمام كده؟ فانت يا ماما طالما هو شاف لك طلبات بيتك، معلش يعني، وجايب مش حارمك من حاجه، وجايب لك كل حاجه، وفي نفس الوقت بيقدر يحوش ويعين المصاريف على جنب، خلاص. ده انا عايز ست هنومه كده وستوته، وكل حاجه تجيلي، بدل ما انزل بقى في الشمس واجيب خضار وي واللي غلي واللي رخص ومش ما جبتش ده النهارده، لا هجيبه بكره. هو بيجيب كل حاجه، خلاص انا مشغلش دماغي بقى، انا رايح دماغي وعايز زي ما انا عايشه طالما هو بيجيب كل حاجه، ماشي. اما لو انت ده طالما هو بيعمل كده، خلاص هو كده ممشي البيت ودنيتي حلوه مية مية. لكن لو انت بتتكلمي ان جوزك مصرف، اللي هو مثلا هو اشتغل بيه، هو جاي بالليل جاب عشاء، جاب حاجه ساقعه، جاب شويه شيبسيات وحاجات عشوه وخلصت على كده، لكن احتياجات البيت المهمه اللي هو البصل، الرز، الثوم، الخضار، الزيت، السكر، الحاجات المهمه الاساسيه اللي هي خزين كل بيت، ما بيجيبهاش، ما بيدورش عليها. هو خلاص هو شايف نفسه ان هو جاب عشوه حلوه، خلاص انا كده مية مية.
انا جبت اللي انا عايزه واللي شبعني واللي رضاني، انا كده تمام ومية مية. ففي الحته دي صراحه انت ليكي حق ان انت تزهقي وتطهقي، بس برضو لو انت سايباه كده من ايام ما اتجوزتي بقالك كام سنه يبقى انت اللي غلطانه، وبرضو مش هتغيري في يوم وليله. فخلينا متفقين ان اي حاجه انت عودتي جوزك عليها مش هيتغير في يوم وليله. طب اتعامل مع جوز الزين يا ام زياد؟ لو جوزي مثلا مصرف، بيجيب حاجات فارغه ملهاش لازمه، عشا مش عارفه ب 200 جنيه وهو جاي، لا بيجيب برفانات ب 300 جنيه، بيجيب مش عارفه ايه، حاجات تافهه يعني، مصرف على حاجات تافهه، بس احتياجات البيت هو مش حاسس بيها، لان انت ما حسستهوش. انت خلاص اللي انت جبته خلاص انت راضيه ومبسوطه بيه، لكن انت ما حسستهوش ان في مسؤوليات اهم، ان في حاجات اهم، وده ابدا من ده، وده اهم من ده. فاتبقى عوده ازاي يا ام زياد؟ هقول لك على حاجه، صلي على النبي كده. جوزك وهو جاي بالليل هيتصل بيكي مثلا، انا هجيب عشاء وانا جاي ما تعمليش عشاء. طيب بقول لك ايه والنبي يا حبيبي، إيه انا كنت عايزه اعمل للعيال بكره اكله كده، لان العيال طالبين مني مثلا ياكلوا حواوشي. هو راجل مبذر مصرف، فهو مش هيأثر معاكي في مصاريف، بس هو متعود ان انت ما بتطلبيش، هو متعود ان هو اللي بيجي بيحتاجه بيجيبه وهو جاي، وشايفك انت مرضيه ومبسوطه. فانت ما تجيش فجاه تقول لا انا عايزه امسك المصروف، انا عايزه مش عارفه ايه، انت مش هتعرف تجيب اللي انا عايزاه، انت وهيبداوا تتخانقوا مع بعض، وهيحصل مشكله كبيره. لا، اكون حكيمه كده، طالما انا ست بيت وعايزه اكون مدبره وامسك المصروف بايدي، العبها بذكاء شويه، خليني ذكيه شويه. خليكم معايا في الفيديو وكملوا للاخر، الفيديو ده جميل جدا والله العظيم. بصوا بقى، العبها مع جوزي بذكاء شويه. انا جوزي وجاي هيكلمني مثلا في التليفون بالليل زي ما اي واحد بيكلم مراته، انا خلاص انا جبت عشاء وانا جاي، ما تعمليش عشاء، انا جبت اكل وانا جاي، انت بقى فرحانه ومبسوطه، مش هعمل عشاء وجوزي هيجيب اكل وجاي، خلاص انت عودتيه على كده. فانت جايه دلوقتي يا ست الحسن والجمال، جايه عايزه تغيري جوزك، وتخلي كل اللي بيعمله في سنين عايزه تغيره له في ساعه زمن، مش هينفع ياما والله ما ينفع. طب ايه اللي ينفع يا ام زياد؟ جوزي وهو جاي بالليل كده هيجيب عشاء، بقول لك ايه يا حبيب قلبي، انا مش عايزه عشاء النهارده، انا عامله لك حته عشوه النهارده، بص ما تقولش لعدوك عليه، هو هيفرح ما هو مش هيصرف. قوله بس يا حبيب قلبي، بدل العشاء اللي انت هتجيبه لنا ده انا عامله لك عشاء في البيت ما شاء الله، عشاء ملكات. ماشي، انت تكوني عامله حاجه بسيطه بس انت بتفخمي، زي ما هو بيجيب حاجات كده وبيفخم وانت راضيه ومبسوطه، اعملي له حاجه بس بالضحك والانبساط والروح المقبوله، وتكوني مبسوطه كده من جواكي، اللي هو ايه، يعني انت بتعملي اللي على مزاجك بس بالطريقه اللي تعجبه هو. تمام، اللي هو بقى ايه، بقول لك ايه يا حبيب قلبي، العيال اللي عيالك النهارده صابحين كده نفسهم يعني ايه ياكلوا حواوشي، فانا ايه شفت طريقه جميله جدا جدا وهتعجبك، فعايزه اعمل لهم حواوشي بكره. بقول لك ايه، ما تجيب لنا كذا وانت جاي. هو اصلا مش في دماغه ان هو مسؤول من الحاجات دي، هو في دماغه ان ايه اللي عايزه بيجيبه وهو جاي. ماشي، لا انا بقى كنت ست حكيمه وحسسه ان في التزامات تانية اهم من ده. فهو يقول لك ايه، طب ما انا اجيب لها بقى اللي هي عايزاه، بدل ما اروح اجيب مثلا ايه عشا ب 200 300 جنيه، طب ما انا اجيب الطلبات اللي هي عايزاه، اوفر العشا ما هي تعمله في البيت. فانت العبي بالطريقه دي. فجوزك مثلا خلاص عدينا اليوم بتاع النهارده، بكره بقى انت محتاجه مثلا تجيبي رز وحاجات في البيت، هو مش في دماغه الكلام ده، هو مش في دماغه، مبذر على حاجات هايفه مش حاجات مهمه. تمام، فهو مثلا هو جاي كده تقول له مثلا إيه احنا محتاجين بقى شويه رز كده في البيت وشويه خزين في البيت وحاجات، طب ما يقول لك طب ما انا جايب عشاء امبارح وصارف. ما تقوليش بقى انا مالي بالعشاء، ما انت اللي بتجيب، ما انت اللي بتاكله انت وعيالك، ما انا ماليش دعوه بيه، في حاجات مهمه. ابعدي عن الطريقه دي، والعند ده مش هيجيب معاه اي نتيجه خالص. خليكي ست كده كويسه وواقعيه، وتحاكي في وشه وانت بتقولي له، وكلميه بطريقه كويسه وغير اسلوب العند خالص. اللي هو ايه، خلاص يا حبيب قلبي اللي انت شايفه والله، انا عارفه ان انت والله العظيم بتصرف كتير ومش حارمنا من حاجه، ربنا يخليك لينا يا رب، يا جوزي يا حبيبي، انا صراحه يعني عمرك ما حسستيني ان انا ناقصني اي حاجه، هو انت ناقصك كل حاجه اصلا، بس انت كلميه بالطريقه اللي تعجبه، الطريقه اللي هي طريقه الخضوع شويه، هي الرجاله بتحب كده. ماشي، ومش عيب، مش عيب لما تطلبي كل حاجه من جوزك بالاحترام والادب. تمام، فانت مثلا هو جاي كده تاني يوم هيقول لك مثلا انا جايب كذا كذا وكذا وانا جاي هجيب مثلا حاجات وانا جاي، قول طب بقول لك ايه، مع شويه الحاجات اللي انت هتجيبهم دول هات لنا شويه رز،
هات لنا طبق بيض، العيال نفسهم ياكلوا حواوشي بكره، مش عارفه ايه. يوم عن يوم تبداي تطلبي الطلبات اللي انت عايزاها، اللي هو ايه، انا مش ماسكه مصاريف بايدي، انت اللي ماسك وانت اللي مبذر وانت اللي هتجيب كل حاجه، انا بعيده. لان زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان الراجل مش عاوز الست هي اللي تكون مسؤوله. حد بقى بيسخنك، حد بيقول لك إيه، انت بقى عايزه تغيري الواقعه كلها اللي حصلت من اول الجواز بمزاجك انت، مش عايزه الست تمشي بمزاجها بمعنى اصح. لا، انا اللي بجيب الفلوس يبقى انا اللي اصرف وانا اللي اعمل كل حاجه. يعني في راجل بيحب هو اللي ينزل يشتري الخضار، يشتري الحاجات بتاعت الحاجات المنزليه كلها، خزين الشهر، المنظفات، كل حاجه هو اللي عايز يشتريها. فانت عارفه مثلا جوزك ان هو مثلا بيقبض بالشهر ولا بيقبض باليوم ولا بيقبض بالاسبوع؟ بيقبض قبض الشهر، بيروح يجيب الحاجات اللي هو عاوزها وبينسى حاجات اساسيه وبيسيبك انتوا تلصوا طول الشهر. لا، بصي يا حبيب قلبي، انا عايزاك لما تقبض اول الشهر كده، ناقصنا بس شويه رز، ومثلا عايزين فرختين في التلاجة، وعايزين شويه حاجات بسيطه، والله يا حبيبي واللي تقدر عليه هاته. انا مش بقول لك ده حب، عادي مفيش اي مشكله. شوف انت عايز تاكل مثلا اعمل لك حواوشي، اعمل لك فراخ مشويه في الصينيه، حمشيه. الراجل بيحب بطنه جدا، بيحب يموت في كرشه. فانت شجعيه، بدل ما كان حاطط فلوسه كلها في برفانات وعشا تافه ملوش اي معنى، مثلا ب 300، ما انتوا عارفين العشا بتتكلف كام دلوقتي، مثلا بقضيها جزم وملابس وحاجات. هيخش انت هتدخلي في دماغه طريقه ان البيت ليه التزامات ولازم تيجي ماشي. بس هو بقى مش يحلبك يكسر قرنك. ما تجيش تعودي جوزك على حاجه بقالك كام سنه وعايزه تغيرها دلوقتي زي ما قلت لكم برده في اول الفيديو. فانت خليكي ست واقعيه. ما تجيش واحده بره مثلا تيجي تقلبك على جوزك تقول لك لا يا اختي وجوزك اللي ماسك المصاريف. لا يا اختي، ده انا اللي ماسكه المصاريف، ده انا اللي اجيب كل اللي انا عايزاه، ده انا اللي ممشيه جوزي على مزاجي وانا اللي باكلهم على مزاجي، وانا هتسخن لك الدنيا. وهتيجي في نفس الوقت تطلبي من جوزك تقول له كذا. طب ما انت ساكته يا بنتي بقالك 10 سنين وانت جايه تغيري الموضوع ليه دلوقتي؟ يبقى انت اللي غلطانه، واستحملي بقى الطرقعه اللي هتنزل على دماغك. فانا خليني ست ناصحه وذكيه. هو في نفس الوقت لما يلاقي كل شويه ايه، شغلاني بقى، انا عايزه رز، انا عايزه زيت، انا عايزه بيض، انا عايزه سكر، انا عايزه مش عارفه ايه، هو غصب عنه هيحملك انت المصاريف. اقول لك لا، خدي ياما المصاريف وروحي جيبي اللي انت عايزاه، انت شغلتي وجع دماغي طول النهار. ربي له الهتات بقى طول النهار، بس بالطريقه الحلوه، بالطريقه الحلوه. ربي له الهتات طول النهار. بقول لك ايه يا حبيب قلبي، ما تنساش تجيب طبق بيض وانت جاي بقى، عشان ايه، هعمل لكم مثلا صينيه كيكه النهارده، إيه مثلا هعمل بيض كده وشويه رز وطبق سلطه وطبق بطاطس محمره. بقول لك ايه يا حبيب قلبي، ما تنساش وانت جاي تحود على الجزار تجيب لنا نص كيلو لحمه او كيلو لحمه، عشان عايزه اعمل ايه، مفروم للعيال النهارده، او صباعين كفته، او اي حاجه يعني. فهو بقى هيزهق. انتوا ايه ده، يا كل شويه طلبات وعايزه والعيال، ولبسيها في العيال، دايما لبسيها في العيال هم اللي عايزين. العيال نفسهم النهارده يا حبيبي والله ياكلوا بتاع دوت حواوشي، نفسهم ياكلوا كفته، نفسهم ياكلوا شاورما. فحود على الراجل على الفراخ دي، هات لنا منه فرخه حلوه كده عشان اجيب لك اللي انت. فانت هتبداي تشغيلي تفكيره بحاجات تانية خالص غير اللي هو بيجيبها. بدل ما عقله كله ان هو بيجيب لبس ويحب المظاهر والفشخره الكدابه، ويجيب لك مثلا حاجات اللي هي مش اساسيات البيت، مش اللي انت عايزاه، بس هو مبذر. هو يعني بيصرف، ما هوش عارف هو بيعمل ايه، هو شايفك كده مبسوطه وفرحانه. فانا ابدا اشغله من يمه تانية. خلاص كده. فعشان ما اطولش عليكم برضو الفيديو، فانت برضو انت الست. بصي، انت الست اللي بتديري البيت وانت اللي بتمشيه. هو اللي الراجل اللي بيصرف وبيجيب، هو اللي بيجيب الفلوس وكل حاجه، بس انت كوني حكيمه حتى لو الفلوس معاه هو. خليكي انت ماشيه الامر حتى لو الفلوس معاه هو. فاهماني؟ فخلينا متفقين كده ان الراجل مش بيجي بالعند يا جماعه. الراجل ما بيجيش بالعند. هو مثلا ماسك المصاريف مش بيديك اي مصروف. مثلا ايه، هو راجل موزخ ومصرف زياده عن اللازم، فبيجيب طلبات البيت مثلا، خلاص شايلته بقى ان هو يجيب كل حاجه. هو جاي خلاص، انا مرتاحه، انا قاعده ست هنومه كده ومرتاحه، عايزه اللحمه جابها لي وهو جاي. بس هو الفكره من الاول ان هو ما كانش عارف هيجيب ايه. هو بيروح يجيب اي حاجه، هو جاي اللي بيجيبه اللي بيشتغل بيه خلاص، بيجيب بيه هو جاي. فانت مش مدخله فكره في دماغه ان البيت له التزامات تانية. هي في رجاله كده، في رجاله كده. فانت يا حبيبه قلبي دخلي في دماغه الافكار والتزامات البيت بطريقتك الحلوه، اللي هو هعمل اللي في مزاجي بس بطريقتك انت. يعني ما تلعبش انت عليا. انت مثلا بتجيب كل الحاجات اللي انت عاوزها، بس اجي ادور في الحاجه دي مش ده اللي انا عايزاه. اعمل ايه روح رجع الحاجه دي. لا ده انت شراك معفن، لا ده انت هو القرف اللي انت جايبه ده
ده انت راجل مسرف، ده انا لو مسكت هحوش اكتر منك، ده لو مسكت هعمل، ده انا هجيب. لا لا لا، ابعدي عن الافكار دي خالص، وابعدي عن الطريقه دي، مش هتجيب اي نتيجه، هتجيب نتيجه عكسيه صدقيني والله. فاللي هو ايه، استخدم الذكاء والحكمه مع جوزي. تمام كده، خلاص لما فهمتك وعرفتك. ده العيال نفسهم النهارده ياكلوا حواوشي يا حبيب قلبي. شوف انت عايز تاكل ايه برضو، بس لو مثلا لو انت عايز تاكل حاجه تانية مفيش اي مشكله، خلي الحواوشي لبكره وناكل اللي انت عايزه النهارده يا حبيب قلبي. تمام كده. فانت ابداي غيري تفكيره، ابدأ غير دماغه، بلاش العند مع الرجاله، ابوس ايديكم، لان بيجيب نتيجه عكسيه. عشان ما تجيش واحده قبل كده تقولي لا انت اللي قلت لجوزك هات وهات وهات وهات. لا، ما هو مش بالعند، مش بالعند. جيبيها بطريقه حلوه، اللي هو بطريقه اللي انت عايزاه يجيلك، بس في نفس الوقت بدماغك انت، بدماغك انت اللي هو ايه. بقول لك ايه يا حبيبي، انا نفسي في ازازه برفان شفتها على النت النهارده، بس جميله قوي. بيقولوا كده بتعمل ايه، التماس كده بين الزوجين، بتخلق جو حلو كده في البيت، بس ريحتها حلوه قوي. اسمها ايه؟ استنى اجيب لك طريقتها على النت كده. هي جميله قوي والله العظيم جميل. لو انت يا حبيبي مش قادر تجيبها لي النهارده مفيش اي مشكله، هاتها لي بكره. مش قادر تجيبها هاتها الاسبوع الجاي، منين ما يكون معاك فلوس هات. انت دخلتي الفكره في دماغه، بس مش عند، مش عايزاها النهارده. هو هيبدا يعرف انت طلبت مني ايه وعايزه مني ايه، وهيجيبهولك طالما انت ما قلتيش عايزاه النهارده. مش حكم، هيجيب لك اللي انت عايزاه وهيجيبها لك في الوقت اللي انت طلبت فيه. تمام. عارفين انا اقصد ايه؟ زي ما قلت لك كده، جوزك مسرف ببذخ، بس في حاجات مش اللي هي لها خصوصيات بالبيت، في البيت. لا، ابداي انت دخليه في البيت، دخليه معاكي في جو البيت، حسسيه بمسؤوليات البيت بالراحه بطريقه حلوه. تمام. ولو في اي سؤال تاني واي استفسار تاني، وزي ما قلت لك لو ليكي مثلا حاجه شخصيه عايزه تجيبها لنفسك، ما هو انت مش ماسكه مصاريف عشان تقدر تحوشي وتجيبي. هو اللي ماسك المصروف، هو بيجيش من نفسه كده يقول لك ايه، خدي المصروف ده وهاتي باللي انت عايزاه. مش حاسس بيكي لانك انت ما شايلتوش همك، ما قلتلوش انا بقى نفسي في كذا وبحب كذا وبحب كذا. لا لا، انت بقى من النهارده ابداي حسسيه بس بالراحه وبطريقه حلوه جدا جدا. لو انت مثلا نفسك في ايه، نفسك مثلا في بلوزه حلوه عجباكي، صدق يا حبيبي النهارده وانا رايحه السوق مثلا، او مثلا ماشيه مع صاحبتي، او خرجت بره كنت بشتري حاجه للعيال، فكانت في بلوزه جميله قوي عجباني وشكلها حلو قوي، فانا حسيت نفسي فيها صراحه. فانا طبعا قلت ربنا يخلي لي والله العظيم جوزي اللي مش حارمني من اي حاجه ودايما بيجيب لي اللي انا عايزاه. هو بقى اكيد حبيب قلبي زوكي منين ما يكون معاه فلوس كده، ومنين ما يقبض ايه هيجيب لي الحاجه دي. فانا مفيش مشكله لو انت يا حبيبي مش قادر خالص تجيبها لي، انا ما عنديش مشكله، انا راضيه ومبسوطه باللي انت بتعمله معايا والحمد لله. فانت يعني لو قدرت تجيبها لي الشهر ده هاتها، مش قادر يا حبيبي الشهر ده مش مشكله، الشهر الجاي عادي. هيروح وهيشوف المحل اللي انت عاجبك عنده البلوزه، وهيروح يجيب لك البلوزه اللي انت عايزاها. ليه؟ لان انت ما حسستهوش بعجزه، ما حسستوش ان هو مقصر معاكي، انت بتحسسيه، بتفخميه، بتكبري منه، بس في نفس الوقت شويه محن حريم بقى. انا عايزه الحاجه اللي انا عايزاها دي، بس في نفس الوقت مش في نفس الوقت مش امر. هو هينفذ لك اللي انت عايزاه وهيجيب لك اللي انت عايزاه، وهيسالك على المحل وهيعمل لك مفاجاه وهيجيب لك الحاجه اللي انت عايزاها. تمام كده. خلينا متفقين ان العند بيخرب البيوت والعند بولاد الكفر. فخلينا متفقين كده ان احنا ايه، نكون مع بعض ايد واحده كده، ونكون مع بعض حاجه واحده، وتفكيري اقربه من تفكير جوزي بطريقه كويسه. تمام كده. واللي انا عايزاه هيجيلي برضو، بس ايه، بالهداوه، مش بالزعيق والشخط والنطير والصوت والشد في الشعر يا خرابي، مش بالطريقه دي خالص. مش بالصوت ولا النرفزه، يا اختي كان غيرك سبق وكان النبأ يا حبيبتي، مش كده. مش كده، مهما صرخت في وش الراجل وعاندتيه وصوتت في وشه يا دعوتي مش هيعمل لك اللي انت عايزاه. خدي الكلام، خدي الكلام بحكمه وعقل كده، ونفذي اللي بقول لك عليه، وقولي لي ايه اللي حصل معاكي يا حبيبه قلبي انت وهي، واشوفكم على خير. وفي فيديوهات كتير 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 شامله كل حاجه، تدبير منزلي وتوفير في الميزانيه وحاجات تخص الست والبيت وان شاء الله باذن الله هنتكلم في تفاصيل، في تفاصيل كتير كتير قوي عن الحياه الزوجيه، اللي هي العنايه بالستات، والعنايه بالنظافه والمشاعر بين الزوجين والحاجات اللي انطفت وماتت بقالها سنين دي. لا ان شاء الله باذن الله جاي لكم بسلسله حلقات فيديوهات جامده جدا جدا جدا. بس شجعوني وشجعوا مزيد حبايبتكم باللايك والاشتراك في القناه والكومنت الحلو اللي يسعدها ويفرح قلبها، واشوفكم على خير، مع الف سلامه.